العقد قطعة كتير مهمة بالاكسسوار. ممكن يحول اوتفيت كتير بسيط للوك كتير حلو وكتير مميز، بس كتير مهم نختار العقد المناسب لإلنا. في معايير كتيرة لحتى نختار العقد المناسب. أول معيار هو معيار كتير بديهي، هو طول الرقبة. إذا كانت رقبتنا طويلة فنحن بنقدر نلبس العقود الكبيرة القصيرة القريبة من رقبتنا. فينا كمان نلبس عقودة مثل تشوكرز مثلا، بيطلعوا كتير حلوين. أما إذا كانت رقبتنا قصيرة فنحن لازم نبعد عن هيدول العقودة اللي كتير قصار وقراب من الرقبة والكبار، ونختار عقودة بأحجام صغيرة أو متوسطة وتكون أطول شوي مثل هيدول مثلا. إذا كان حجمنا كتير صغير أو الجزء العلوي من جسمنا صغير، كمان لازم نبعد عن العقودة الكبيرة ونضلنا بالعقودة الصغيرة أو المتوسطة. هلا إذا كان حجم جسمنا متناسق وعادي وضمن الافريجز يعني فينا نلبس أي عقد عادي. ثالث معيار هو حجم الصدر. اللي عنده صدر ممتلئ ما لازم يلبسوا عقودة أو سلاسل تنزل على مستوى الصدر، ولازم ينقوا عقودة أو سلاسل بتخلص عند الكولر بون أو عظم الترقوة اللي هو هون أو تحته بشوي، بس ما لازم أبدا توصل على مستوى الصدر. فيهم يلبسوا سلاسل بأحجام متوسطة، يعني إذا كان شوي طويل فينا نقصره ونلفه لفتين، أو فيهم يلبسوا كمان عدة سلاسل لايرد مع بعضها، يعني مهم كلياتها إنه تخلص فوق المستوى الصدر. أما أصحاب الصدر اللي غير ممتلئ الصغير فيهم يلبسوا السلاسل الطويلة مثلا ويخلوها توصل لمستوى الصدر أو تحته. كمان كتير مهم عرض الكتاف. إذا كانوا كتافنا كتير عراض فالأفضل إنه نلبس سلاسل طويلة بتنزل بشكل في وبتحول النظر عن كتافنا وبتلطف شكلنا. أما إذا كانوا كتافنا ضيقين ففينا نلبس عقود كبيرة أو يعني متوسطة لكبيرة، أو كمان فينا نروح للعقود الأكبر اللي بنقلها بيب نكلسز. هيدول بيلفتوا النظر وبيخلوا كتافنا يبينوا أعرض. طولنا كمان كتير مهم. إذا كنا قصار نسبيا يعني ما كتير طوال، لازم نبعد عن العقود الكبيرة والقصيرة لأنه بتخلينا نبين أقصر. ودايما لما بنقول بدنا نطول شيء بنروح للخطوط العمودية، عشان هيك لازم نختار سلاسل وعقودة من سدلة وطويلة لحتى تخلق خطوط عمودية أو خطوط على شكل في وتخلينا نبين أطول. السلاسل والعقود اللي هي متوسطة الحجم واللي بتخلص حد الكولر بون على مستوى الكولر بون تحت شوي أو فوق شوي، هيدول السلاسل بيلبقوا لمعظم العالم. في منهم كتير أشكال، في منهم سلاسل، في منهم عقود وهن متوسطين الحجم، في منهم بيكون فيهم بندنس، في منهم بيكونوا كتير صغار. هيدول فينا نحن كمان نلبس كذا واحد، نعملهم لايرنج مع بعضهم بأطوال مختلفة، وهن كتير حلوين وكتير دارجين للوكات الكاجوال. للوكات الكاجوال انا هيك بفضل، انا ما بحبهم بالسهرات، بفضل بالسهرات نلبس ستيتمنت نكلس، او اذا منه بحاجه الفستان لنكلس ما نلبس ابدا. بس هيدا راي شخصي، كل واحد ممكن يختار اللي بيناسبه او اللي هو بحبه. اذا عنا سلسله طويله ونحن ما حابين نلبسها هالقد طويله، فينا بكل بساطه انه نلبسها على طوقين بشكل انه تبين كأنها سلسلين، وهيك بنلبسها بالطول اللي نحن بدنا اياه. العقد في يغير شكل الاوتفيت ويكون ستيتمنت مثل ما دايما بنحكي ومثل ما حكينا. يعني مثلا تخيلوا انه نكون لابسين طله كامله بلون الكامل ونلبس عليها عقد فيه احجار من الزمرد الاخضر او من المرجان، بيطلع كتير حلو، بيتغير الاوتفيت كليا. اذا عندكم اي سؤال عن العقوده اكتبوا لي بالكومنتس.